وبعد اللي احنا شفناه ده طبعا بقت هي الملكة. بالفعل تم تتويجها حاكمة للبلاد. ايه ده؟ خدت بالك؟ دي لابسة زي رجالي. والآن أعلن ابنة آمون ملكة على البلاد. حتشبسوت امرأة ذكية بتعرف توصل للي هي عاوزاه بمنتهى الهدوء والصبر. قدرت تقنع الجميع إنها ابنة آمون وإن وجودها كملكة للبلاد شرعي، وبالفعل بعدها أصبحت ملكة كيميت. ومحدش اعترض؟ أكيد كان في معترضين، لكن برضو كان في مؤيدين ومساندين، ومنهم المهندس سننموت. مين؟ المهندس سننموت؟ ده يعتبر حامل أسرار حتشبسوت ومن أقرب الناس ليها، وهو اللي نحت لها الصرح العظيم ده. حتشبسوت كانت بتثق فيه لدرجة إنها أوكلت له بجانب أعماله الكتيرة مهمة تربية بناتها.